السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي موناليزا هاند ميد. النهاردة هنعمل مع بعض القرنبيط بثلاث طرق أنا بحبهم. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، ولايك وشير وفعلوا الجرس الأحمر عشان يوصلكم كل جديد. معايا حبة قرنبيطة، تمام. هقطعها بالطريقة المعتادة، هي طريقة تقطيعها سهل جدا. بعد كده هحطها عندي حلة فيها مية بتغلي مع معلقة ملح. هنغليه حوالي 10 دقايق 7 دقايق بكتير، لحد ما نلاقي نص سوا او 3/4 سوا. بعد كده هجيب طابولة احط فيها معلقتين دقيق مع متبلها بملح وفلفل وكزبرة وكمون، تمام. بعد كده هنجيب معلقة الملح بتاعتنا نضيفها، هنحط حوالي نص كوباية مية او الاول كوباية، يعني ربع كوباية. بعد كده نقلب نشوف الخليط بتاعي، انا عايزاه مش تقيل ولا ميه قوي كده، يعمل زي حوالي زي عجينة الكيكة كده. هنقلب لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. لا انا محتاج ميه، هنضيف حبة ميه كمان. نفضل نقلب المكونات بتاعتنا، وبعدين انا هجيب حبة بيضة واحدة بس، تمام. البيض غلي، فانا عايزة ابقى فيك حبة يعني اقتصاد شوية، هجيب بيضة وهي برضه دي هتعمل الطعم اللي انا عايزاه، تمام. بيضاية واقلب لحد معايا ما يمتزج البيضة مع الخليط اللي انا عاملاه. طبعا ده على حسب كمية القرنبيط اللي انت هتحطيها، انا مش عاملة كتير يعني عشان انا هعمل كذا طبق من القرنبيط الواحدة، تمام. فانا بقلب البيضة بتاعتي كويس واشوف القوام بتاعي. بعد كده لقيته تقيل، فبضيف حبة لبن اعزز الطعم، تمام. اقلب. بعد كده عندي الخضرة بتاعتي المقطعة، كمون وفلفل وكمون وكزبرة وشبت، على حسب برضو انت ممكن تشيلي الخضرة اللي انت عايزاه وتحطي الطعم اللي انت بتحبيه. ممكن تحطي كزبرة، ممكن تحطي الشبت ممكن، بس هو الشبت لازم يكون معاه طعم تاني، عشان طعم الشبت بيضاف، فبنحط اكتر الكزبرة والبقدونس، تمام. انا كده عملت الخليط بتاعي، قلبته. بعد كده بنضيف القرنبيط بتاعنا اللي احنا هنحمره. الوحدات انا مش عاملاها كبيره قوي، انا بحبها متوسطه او صغيره عشان خاطر تبقى تاخد سواها كويس. نضيف الحبات بتاعتنا، بعد كده هنقلبها عشان تتشرب من كل الخليط اللي انا عملته وتاخد كل طعم اللي موجود معانا. بقلب كويس. بعدين عندي طاسه على النار سخنه، بضيف بعد كده حبات القرنبيط بتاعتي او الوردات، هو بيسموها الزهره، القرنبيطه دي بيسموها الزهره، تمام. فبنحطها بالشكل ده ونقلبها. بنسيبها الاول طبعا لحد ما تاخد لون، وبعد كده بنقلبها على الوجه التاني. طبعا لازم الزيت يكون سخن كويس. بقت خدت اللون الجميل ده، هنشيلها طبعا نحطها على مناديل المطبخ، وده اول طبق معانا، وبالهنا والشفا. طبعا لازم نحطها الاول على المناديل عشان كميه الزيت اللي فيها تمتص، تمام. هنطلع بقى نروح نعمل الطبق التاني. انا عندي معايا خضار، جزر، طماطم، فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل شطه اللي انت عايزاه تضيفيه. بعد كده معايا 3 بيضات، هنحطهم زي ما احنا شايفين كده في طبق. وبعد كده نحط عليها التوابل بتاعتي اللي انا عايزاها. انا حاطه كمون وفلفل، عندي جنزبيل، عندي بابريكا، طبعا الملح، معلقتين دقيق، تمام. وبعد كده بنقلب الخليط بتاعنا كويس. وبعدين ما عندي معلقه ثوم مفروم، والخضار بتاعي برضو اللي انا قطعته بالشكل ده. طبعا انا بقى الجزر ببشره مش بقطعه. وبعد كده بضيف الخضار على البيض، وبعدين بضيف اللي عندي القرنبيط كمية بقطعها صغير، او ما يكون عندي من السلق فتافيت فبقى بصفيها وبضيفها على الخضار بتاعي مع البيض. بعد كده بحط طبعا كمية محترمة من الخضرة، طبعا بتدي طعم خطير الخضرة دي، نحط على اي شيء اصلا. فبقلب كويس الخليط بتاعي لحد ما يتجانس بالشكل ده. لو حسيت انها دلع شويه ممكن اضيف حبه ملح. انا عندي هنا الصينيه بتاعتي سخنتها على النار، حطيت فيها معلقتين زيت، مش كتير يعني، زيت معلقتين بس، انا مش عايزه اكتر من كده. الصينيه بتاعتي مقاس 25. بعد كده بحط فيها الخليط اللي انا عملته،
وبفرده معايا بيبقى على الصينيه. ممكن كده ادخله الفرن، او ممكن عايزه تضيفي عليه جبنه اوكي، انا حاطه موتزاريلا، ممكن تحطي شيدر، ممكن تحطي رومي، ممكن تحطي ميكس زي ما تحبي. دخلها الفرن ما بتكملش تقريبا ربع ساعه او 10 دقايق، نفتحها لحد ما وشها يبقى بالشكل ده احمر. شايفين؟ وريحتها طبعا جميله جدا. ده شكلها النهائي، طالعه سخنه حلوة جدا. ده الطبق المحبب إلى قلبي بصراحة في القرنبيط، خصوصا إن عندي أولاد ما بيحبوش القرنبيط، فبضيفه في الخضار فطعمه ما بيبانش وبياكلوه. ده حلو قوي، بالذات عشان يكون عندك أطفال ما بتحبش القرنبيط وكده، ممكن تعملي الطريقة دي. ده الطبق التاني. الطبق التالت بقى إن شاء الله هنعمله سلطة. فأنا عندي بصلة صغيرة أو متوسطة، بحطها في بولة وبحط معاها طماطم، خيار، فلفل بتاع اللي عندي الوان اخضر اللي انا حابه، اي خضار عندي احب احطه، عندي ذره احطها، عندي برضو القرنبيط بقطعه، او باقي القرنبيط بحطها بالشكل ده. معايا خضره، معلقتين خضره. طبعا الخضره دي بتدي قيمه غذائيه وطعم جميل جدا. انا بقلب عندي الخضار بتاعي تمام، بعمل له ميكس واقلبه كويس مع بعضه. وبعد كده هجهز الدريسنج اللي هحط عليه. عندي حبة جزر هحطها برضو نسيتها. اجيب بقى الكمون، ملح، معلقة سكر، معلقة زيت، معلقة خل ابيض. طبعا نحط الزيت وبعد كده نقلبهم كويس جدا مع بعض ونضيفهم على الطبق بتاعنا. وبقى كلي بقى اجمل طبق سلطه ممكن تاكليه في حياتك. بعد كده بقى عندي بواقي بحطها في كيس اشيلها في الفريزر واستعملها في اي وقت. وكده وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لايك وشير وتابعوا القناه بتاعتي وفعلوا الجرس الاحمر عشان يوصلكم كل جديد. والى اللقاء فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.